مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. في هذا الفيديو سنتحدث عن ابنة الإعلامية السعودية المعروفة لجين عمران، تلك الشابة التي أثارت اهتمام الجمهور بعد ظهورها الأخير في احتفال عيد ميلاد والدتها على إنستغرام. إنها جيلان أسامة سمير البيات، الاسم الذي أصبح حديث المتابعين في الأيام الأخيرة. ولدت جيلان أسامة سمير البيات في المملكة العربية السعودية عام 1999، أي أن عمرها يبلغ نحو 26 سنة حتى عام 2025. والدها هو رجل الأعمال السعودي أسامة سمير البيات، الذي كان الزوج الأول للجين عمران، وقد أنجب معا طفلين هما سمير وجيلان قبل أن ينفصل لاحقا. تخرجت جيلان من الجامعة الأمريكية بتخصص التصميم الجرافيكي، وقد اختارت أن تسلك طريق الإبداع والجمال، فعملت في مجال الموضة والإعلانات، حيث لفتت الأنظار بذوقها الرفيع وإطلالاتها الراقية. وفي ظهورها الأخير على إنستغرام خلال احتفال والدتها بعيد ميلادها، خطفت جيلان الأضواء بجمالها الطبيعي دون فلتر أو أدوات تجميل، لتظهر أن البساطة قادرة على أن تكون عنوانا حقيقيا للجمال. فقد بدت رشيقة وجذابة بطلتها الهادئة والأنثوية، ما جعل كثيرا من المتابعين يشيدون بإطلالتها الفريدة. تعيش جيلان حاليا مع زوجها في الإمارات العربية المتحدة، حيث تواصل نشاطها المهني في مجال الفن والإبداع، مبتعدة نسبيا عن الأضواء الإعلامية التي تحيط بوالدتها. وفي عام 2024 أعلنت لجين عمران عبر حساباتها الرسمية عن وفاة طليقها ووالد أبنائها أسامة وجيلان البيات، بعد صراع طويل مع المرض، وقد نعته بكلمات مؤثرة عبرت فيها عن الاحترام والامتنان، مشيرة إلى أنه كان أبا محبا لأبنائه. ورغم أن جيلان نادرا ما تظهر في وسائل الإعلام، إلا أن جمهور والدتها يجد فيها امتدادا لجمال وأناقة لجين عمران، مع لمستها الخاصة وشخصيتها المستقلة. وفي الختام، إن أعجبتكم قصة جيلان ابنة لجين عمران، لا تنسوا دعمنا بالإعجاب بالفيديو، والاشتراك في القناة، وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد عن أبرز نجوم العالم العربي.